فنحن نوصل إلى بيوتنا ماء ميتا. الموضوع طاقة الماء. الماء فيه طاقة عجيبة فعلا، لكن هنالك عندنا مشكلة أساسية في كل العالم تقريبا. ثبت لدينا من بعض التجارب أن الماء إذا ضغط داخل الأنابيب لكي يصل إلى البيوت يفقد كل الطاقة الحيوية التي فيه، فنحن نوصل إلى بيوتنا ماء ميتا. لا نقول أننا يجب أن نحضر الماء إلى بيوتنا عبر السواقي، لابد من مجيئه عبر أنابيب مضغوطة. لكن كيف سنعيد إليه هذه الطاقة؟ نحن نشرب ماء ميتا، وأكثر من 70% من جسم الإنسان هو ماء، فكيف سنعيد هذه الطاقة؟ أجرينا التجارب فعلا ويعني موثقة تماما. أقرب مادة للإنسان في الطبيعة هي الفخار. نحن أبعدنا الفخار واستعملنا البلاستيك واستعملنا الفريزرات أيضا في تعبئة الماء. أقرب مادة وضعنا الماء من بعد إنزاله من الصنبور المضغوط في جرة من الفخار، بعد نصف ساعة عادت إليها كل الطاقة الحيوية. فلماذا لا نضع في بيوتنا شيئا من الفخار ونضع فيه الماء للشرب أقل شيء، أو للطبخ إن لم يكن إلى النظافة أقل شيء؟ وهذه نصيحة، أن نعيد الحيوية أو الطاقة إلى الماء عن طريق الفخار الذي هو أقرب ما يمكن إلى الإنسان. طبعا ميز القرآن الكريم بين الريح وبين الرياح، فالريح بالمفرد دائما فيها الدمار، ريح صرصر، ريح عقيم، لكن الرياح لواقح والريح تكون دوما عقيمة، وهذا موضوع يتعلق في الطاقة. وأيضا طبعا بس مشان الوقت اداركنا الوقت نعطي فكرة. ميز القرآن الكريم بشكل علمي مذهل بين البرق وبين الصاعقة. حاليا في كل الدول نركب ما يسمى مانعة الصواعق. إذا اعتبرت نفسي بركب مانعة صواعق، وكنت أركب مانعات صواعق في مدينة حلب، ويعني أبتسم كيف أنا أركب مانعة صواعق والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هل إذا ركبت مانعة صواعق أخرج عن هذه المشيئة؟ أخذ البحث مجال طويل جدا، تجاوز السنة، فثبت لدينا فيزيائيا باختصاصي بالفيزياء عملت فيه تماما أن البرق، أنني كنت أركب مانعة برق ولا أركب مانعة صواعق. فالقرآن الكريم ميز بشكل مذهل هذه الطاقة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فالرعد له علاقة في البرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إذن هنالك فرق، تبدأ ولادة البرق في أسفل الغيمة ويتكون الدليل، ينزل الدليل كل 50 مترا ويرسم خطا، ما واضح، ويرسم خطا هذا الدليل من الغيمة، ينزل الدليل من الغيمة كل 50 متر يقف لأجزاء صغيرة من الثانية، ثم يتابع، وحينما يقترب من الأرض يضرب البرق وليس الصاعقة. فنحن نركب مانعات برق، أما الصاعقة فعلا الله يرسلها فيصيب بها من يشاء. هنالك يعمل إبليس كطاقة شريرة على عملية تخريب الذاكرة الإنسانية، لذلك النسيان ورد مرتين في القرآن الكريم كمادة في الذاكرة، كمادة هذه الطاقة الشريرة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مستثنى بإلا. الآية الأخرى عند يوسف عليه السلام: فأنساه الشيطان ذكر ربه. لذلك الحل الوحيد، وننصح السادة الطلاب: واذكر ربك إذا نسيت. إذا كنت في امتحان أو كنت في مكان ونسيت السؤال ونسيت حل المسألة، واذكر ربك إذا نسيت. شكرا لإصغائكم، ونأمل أن نكون قد أفدنا، ونشكر أصحاب السمو وأصحاب القائمين على الجائزة ودولة الإمارات وخاصة إمارة دبي لهذه الدعوة. وشكرا لكم من الأعماق، من سوريا ومن مدينة حلب بالذات، حملونا تحية ننقلها لكم، فشكرا
ونتمنى لكم. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.